تمت رسميًا طبعًا قرر لعيب نادي ريال مدريد الأسطورة لوكا مودريتش في طبعًا امتلاكه جزء بسيط جدًا لنادي سوينزي في طبعًا الدوري الإنجليزي، وبيصبح لوكا مودريتش أحد ملاك النادي. خلاص تم الاتفاق على الصفقة من الساعات اللي فاتت. استثمر لوكا مودريتش في النادي بأقل من 50% أو 50%. طبعًا لحد دلوقتي لوكا مودريتش هو فعلًا بيرغب تمامًا في الاستمرار مع نادي ريال مدريد، لكن فكرة إن هو يستثمر في نادي في طبعًا الدوري الإنجليزي هو استثمار جنب المجال الرياضي لحد لمّا يخلّص اعتزال الكورة، بعد كده يركّز أكتر في استثماره أكتر وأكتر في النادي. طبعًا لوكا مودريتش هو فعلًا لحد دلوقتي بيرغب تمامًا في فكرة الاستمرار مع نادي ريال مدريد والاعتزال في نادي ريال مدريد. ما فيش ولا نادي لحد دلوقتي بيراقب وضع اللاعب لوكا مودريتش، وما فيش ولا نادي لحد دلوقتي فتح مفاوضات مع الأسطورة لوكا مودريتش. لوكا مودريتش تركيزه في الأول وفي الآخر إن هو يكمل مع نادي ريال مدريد، بعد كده يعتزل مع نادي ريال مدريد، بعد كده يكون جزء أساسي ورئيسي في نادي سوينزي في الدوري الإنجليزي.